السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ نبتدي الفيديو بتاعنا زي ما احنا متعودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دي بقى كانت أحلى زيارة جات لي قبل رمضان. كان اخواتي عندي وخالاتي عندي، وكانت من ضمن الزيارة اللي كانت جاية لي. كل سنة وانتم طيبين. أحلى حاجة اللي يخش على حد في حاجة دلوقتي يخش على لا فاكهة ولا جاتوهات ولا كلام من ده كله، حاجة تنفع دلوقتي. الله المستعان. بصوا يا حبايبي، احنا معانا حله منشفينها منضفينها كويس ونشفينها على النار وحطينا فيها السمنه على نار عاليه. احنا هنسيحها مع بعضينا عشان في ناس ما بتعرفش تسيح السمنه، فنسيحها واحده واحده مع بعضينا. ولو في ناس سيحت السمنه وعندها يعني طريقه تانية برضو تقول لنا عليها في الكومنتات. بص، انا حطيتها على نار عاليه وجبت نص معلقه ملح كده على ال2 كيلو سمنه. دول 2 كيلو سمنه. بقول لها يا خالتي ايه يعني بسالها يعني تقول لي مالكيش دعوه، فبقول لها لا انا عايزه اعرف بس يعني الدنيا عندكم عامله ايه. هي جايبها لي من كفر الدوار معاه. قالت لي الكيلو الزبدة البقري ب80 والبيضة ب100. قلت لها طب والله يا بلاش، هاتيلي منها تاني طالما ايه هنجرب. انا جربتها ولما عجبتني قلت لها هاتيلي منها تاني. بص، انا حطيتهم كده على نار عالية لحد ما تسيح خالص. بص حبايبي، وهي لما تسيح هتعمل الطبقة البيضة دي. بص بقى، هي كده ساحت معانا خالص. بص بدأت تفور اهي. لما تبتدي بقى تفور كده عشان ما تقعش منك ومن الحله، لازم تحطيها في حله اكبر من الزبده نفسها عشان ما تفرش على البوتاجاز. فتهدي النار سنه، ما تخليهاش على نار يعني نار وسط في الاول كده اول ما تبتدي. وايدك فيها، ايدك دي ما تتشالش خالص من الحله. تنك تقلبي فيها بس ما تجيبيش من تحت لفوق. يعني تدوري تقلبي كده بس، تدوري كده السمنه كده بس، ما تجيبيش من تحت لفوق. نتن نقلب كده على نار عاليه كده حبه كده. لما تبتدي الطبق الريم الابيض دوت يروح خالص، هنبتدي نوطي النار خالص بقى. بصوا حبايبي، كده الريمه البيضه راحت معانا خالص من كتر التقليب. هنبتدي بقى نوطي النار خالص، يعني برضو ما تبقاش واطيه خالص بحيث ان هي ما تقومش معاكي او ما تتحركش، لا. نتن نقلب نقلب. بصوا حبايبي، بدات ايه هتفصل اهي. بصوا ما شاء الله، بدات الزبده بتاعتنا هتفصل، هتعمل السمنه لوحديها والمرته لوحديها. هتن ايدينا فيها برضو. بصوا ما شاء الله. بس ما اقولكوش بقى طعمها زي العسل وريحتها جميله وموفره وحاجه مضمونه يعني. ممكن على فكره تجيبيها تسيحي مثلا منها كيلو وتجيبي عليها كيلو من العاديه اللي هي نخلتين او كريستال، وتحطي عليها ازازه زيت. هتطعم معاكي الاكل برضو وهتخلي ليه نكهه حلوه. بصوا حبايبي كده، بصوا السمنه بتاعتنا بدات تفصل خالص اهي. ايدينا برضو فيها انا بس ما برضيش اطول عليكم الفيديو. احنا في المرحله دي بقى يعني كده يا دوب 5 دقايق بقى بعد ما تعمل كده خلاص هنيجي مطفيين عليها. سخونيه النار هتطيب معاكي المرته من تحت، وطبعا احنا مملحينها. بصوا حبايبي كده كده انا طفيت عليها النار، بدات تهدى خالص. بصوا ما شاء الله، بعد ما خلصنا بقى والنار هديت خالص بعد ما بردت، عشان طبعا دي بلاستيك ما ينفعش. بصوا علبه الزبادي دي 2 كيلو، دي المرته بتاعتها. بصوا ما شاء الله. ساعتها انا بقى فضيتها في طبق كده واتسحرنا بيها. علبه الزبادي ديت 2 كيلو يا جماعه.
بصوا بقى ال2 كيلو الزبده عملت قد ايه معانا، يعني 2 كيلو الا حاجات بسيطه. هو كيلو الزبده دلوقتي ب200 جنيه وب220، يعني دي اوفر لك. عملت معانا كيلو ونص ب160 جنيه. كل سنه وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وكومنت حلو وشير.